السنة كلها كوم، وفترة المراجعة دي كوم تاني خالص، وحضرتك لازم تكون حذر جدا جدا في الفترة دي من حيث كذا حاجة، أهمها الطريقة اللي بتراجع بيها والكتب اللي بتشتغل منها. سلام عليكم. هنبدأ بأول جزء من الفيديو وهو إزاي تستفيد من المراجعة. قلت لكم قبل كده إن المراجعة مهمة جدا وهي دي اللي بتظبط الدنيا، وبعتولي زي دكتورة نعمل مراجعات وإيه هي الطريقة اللي كنتي بتراجعي بيها. فيلا سجلوا ورايا الكام نقطة دول عشان هيخليكم تراجعوا بطريقة أذكى وفي وقت أقل. ما تنسوش لو ما كنتوش شفتوا جدول المراجعة اللي عملته هتلاقوه في وصف الفيديو ده. أول حاجة حضرتك لما تيجي تراجع هتقرا الدرس والنوتس اللي كنت واخدها وتحفظه كويس جدا وتعمل نيومونكس، واللي مش فاهم يعني ايه نيومونكس هسيب لكم مثال في الديسكربشن. بعدها هتراجع غلطاتك من الحل الاول وتدخل على الحل التاني من الكتاب التاني، او لو كنت سايب اجزاء تدخل عليه. الهدف من الحل التاني ايه؟ ان احنا نجمع افكار زياده ونعلي مستوانا. طب بس كده لا، انت كده بتضيع مجهودك، ودي للاسف اكتر نقطه غلط الكل بيقع فيها. بعد ما تعمل اللي انت عملته ده، اهم حاجه انك تجمع النوتس دي وكل الافكار والدايجرامز والخرائط الذهنيه والتلخيصات، سواء كانت يدويه او شفهيه، في مصدر واحد وليكن كشكول او دوسيه حتى. طب ليه اعمل كده؟ هقول لكم. اغلبكم دلوقتي مهما ذاكر او قاعد على الكتاب بيجي بعد يومين 3 اسبوع على الاقل وكل اللي ذاكره اتردم عليه. مين اللي ردم عليه؟ المواد الجديده. تجميعك للنوتس والداتا هيسهل عليك جامد. طب هيسهل في ايه برضو؟ في ايام المراجعه، واللي اقصد بيها هي اللي قبل الامتحانات، الادرينالين بيعلى نظرا لان الامتحانات قربت، واللي ما يعرفش الادرينالين بيثبت المعلومه في مخك جدا. فحضرتك في الوقت ده مش هتقدر تجمع كل النوتس والمعلومات دي نظرا لضيق الوقت، كده تعب السنه كله انت ما خدتوش، وكل النوتس والحاجات الجميله دي مش هينوبك منها غير 70% بالكتير قوي. فعشان كده اي نوتة او تلخيص او شرح حلو كده بيفهمك نقطه معينه احتفظ بيه عشان تعمل كوندنسد سورس او مصدر مكثف تشتغل منه وقت اللزوم، وانا اقصد هنا اللي هي الايام المراجعه المكثفه. طب بعد كده في خطوة مهمة جدا جدا، وبجد كنت أتمنى لو إني عرفتها وأنا قدكم، بس للأسف الكلية هي اللي علمتها، هي أنكي فلاش كاردز. فاكرين طريقة الفلاش كاردز اللي أنا كلمتكم عليها؟ هي بالظبط بس أسهل. حضرتك بعد ما تستف ورقك وكل حاجة استيل هيبقى فيه نقط هي مش راضية تدخل دماغك، يعني هي تبقى فيه نقط رخمة كده مش راضية تدخل الدماغ. طب دي هتعمل ايه؟ هتكتبها على انكي. طب ايه انكي ده؟ ده برنامج بيعتمد انه بيعرض لك السؤال وبعدين المعلومه دي هي اللي انت دايما مش فاكرها، فبالتالي انت تراجع منه وقت ما تحب. وفي اخر الفيديو ده هسيب لكم فيديو قصير كده بوريكم فيه ازاي تعملوا انكي، والموضوع مش هياخد غير دقيقه. انت كده بقى عملت ايه يا بطل؟ مسكت باب مثلا ظبطته كويس جدا، عملت له نيومونكس تفتكر بيها بسهوله اللي انت عايزه، حليت عليه، راجعت اخطائك، احتفظت بالنوتس وقت اللزوم، فلترت النقط الغبيه اللي مش داخله دماغك على انكي اللي هي طبعا هتراجعها باستمرار. تقوم بعد كده لو انت عايز تراجع، فرضا مثلا انك راجعت الباب ده دلوقتي في 3 ساعات، المره الجايه هتراجعه في ساعه واحده بس، وهتبقى عملت دكتوراه فيه كمان. بحاول اقصر عليكم على قد ما اقدر، ده من تجربتي، فياريت تكونوا استفدتوا وقولوا لي اسئلتكم في الكومنتس. بصوا يا دكاتره، هنا ده برنامج انكي، هتنزلوه من على جوجل بلاي عادي. هيفتح معاكم، هتلاقوا طبعا فاضي ما فيهوش اي حاجه لان احنا لسه ما حطيناش فيه حاجه. هتبدأ بقى تحط فيه، هتعمل زي فايل كده، هتعمل create deck عشان تقسم مثلا كل مادة ليها عدد من الفايلات ولا حاجة، أو كل فايل بمادة. هتعمل create وهنسميه مثلا المناعة. بعد كده انت انشأت كده ملف بعنوان المناعة، هتدخل عليه وتعمل add عشان تبدأ تحط الكاردز اللي انت عايزها، واللي هي أصلا لما تيجي تذاكر المناعة هتتعرض قدامك. الكارد عبارة عن وشين، فرونت وباك. الفرونت هو ده يبقى السؤال اللي انت هتحطه، والباك الإجابة عشان انت الأول تختبر نفسك وبعدين تقوله وريني الإجابة. هنكتب هنا وليكن أنواع المناعة اللي هي التقسيمة الأولى، وهنبتدي في الباك نكتب الإجابة. وفي حاجة مهمة قوي قوي، شايفين العلامة دي؟ العلامة دي تقدر تضيف منها صورة أو صوت أو ملف فيديو او ملف صوت حتى انت تقوله يعني في ساعتها، او ملف انت تكون مسجله قبل كده. فده يتيح لك ان انت لو في مثلا دايجرام او في يعني زي مخطط كده انت عامله، او نوت عايز انت تقولها شفهي كده، هتقدر تعملها. احنا هنا هنختار ان احنا هناد ايمج، هنعمل صورة. وانا هنا كنت عاملة خريطة كده يعني عشان اعملها لكم كتست، حطها في الجاليري. هندخل على الجاليري وهجيبها، انا عاملاها برضو عن المناعة عشان يعني نعمل تشيك كده. دي الخريطة اللي أنا عاملاها اهي. ممكن تعمل هنا كروب عشان تبدأ تقص الصورة لو هي مثلا فيها زيادات أو كده أنت مش عايزها، وبس تتك على صح كده وهتضاف. ومكان ما هتختار الإضافة هتضاف، يعني لو اخترت الإضافة في الفرونت
هتبقى هي الواجهة، هتبقى هي السؤال. يعني لو مثلا عايز تصور سؤال، لو اخترتها في الباك فهتبقى هي الإجابة. أنكي برنامج جميل، ولو ما استفدتوش منه يبقى انتوا ضيعتوا حاجة كبيرة جدا هتساعدكم وهتوفر عليكم وقت. بس كده، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.